العنوان: نقطة الحذف. في عام 2032 كانت البشرية قد وصلت إلى ذروة السيطرة على الزمن، لكنهم لم يتمكنوا من تغييره إلا بطريقة واحدة: جهاز واحد مخفي في أعماق مركز الزمن العالمي يدعى نقطة الحذف. وظيفة هذا الجهاز هي حذف حدث واحد فقط من التاريخ بشكل كامل، دون أن يبقى له أثر أو ذكرى أو دليل. لا أحد يتذكره، لا أحد يشك في غيابه وكأنه لم يكن. لكن الجهاز لا يستخدم إلا مرة واحدة، فرصة واحدة فقط، ولهذا كان محفوظا في صندوق زجاجي تحت حراسة مشفرة لا يفتح إلا بتوقيع 5 من قادة الأرض. آيرا، شاب يعمل في أرشيف الزمن، كان يعاني من أحلام متكررة عن حرب لم تندلع قط، وأشخاص لم يقابلهم أبدا، ومدن لا تظهر في أي خريطة. ذات يوم، أثناء مراجعة ملفات مشفرة، وجد تسجيلا غريبا، ثانية واحدة فارغة لا تحمل أي معلومة، لكنها مسجلة ضمن لحظة مفصلية في الماضي. بدأ يبحث، وكلما اقترب من تلك الثانية ازدادت تشوشاته الذهنية. صار ينسى كلمات، يرى انعكاسه في المرآة بشكل مختلف، ويشعر بشيء غريب وكأنه لا ينتمي لهذا العالم. تعرف على فتاة تدعى ليين، كانت تملك القدرة النادرة على تذكر الأحداث المحذوفة. همست له ذات ليلة: الزمن كتب مرتين، في المرة الأولى كنت شيئا آخر. في نهاية رحلته دخل آيرا غرفة مغلقة أسفل المركز، حيث وضع جهاز نقطة الحذف، وعندما لمسه تذكر كل شيء. لقد كان هو الحدث الذي حذف. كان في الأصل قائد ثورة ضد النظام. استخدموا الجهاز لحذفه من التاريخ، وأعادوا برمجته في نسخة آمنة. موظف بسيط في الأرشيف، لا يشكل خطرا، ولكن الذاكرة خذلتهم. فتح عينيه في تلك الغرفة، والرسالة أمامه تتوهج: نقطة الحذف تم تجاوزها، التاريخ يعيد نفسه. هل ترغب في أفلام أخرى؟ اشترك بالقناة وفعل زر الجرس.